أصعب خيانة مش اللي بتيجي من عدوك، دي اللي بتيجي من حد خدمته بإخلاص، من حد كنت شايفه الأمان فطلع هو السكين. أوقات كلمة كذب بتقلب مصير بني آدم، وأوقات تانية المعروف اللي عملته هو اللي بيقف بينك وبين الهلاك. في الحكاية دي هتعرف إن الكلاب أوقات ممكن تكون أوفى من البشر، وهتفهم إن الحق حتى لو اتدفن بيخرج في يوم وينطق. بس قبل ما نحكيها نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك المهم جدا عشان القصة تتسمع أكتر وأكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. ويلا بينا نسمع قصة النهاردة، بس خليك مستعد إن اللي جاي مش مجرد حكاية، ده درس يعلمك إن أحسن رد للظلم هو الرد الرباني اللي بينصف المظلوم ولو بعد حين. كان يا مكان في يوم من الأيام، وفي بلد من بلاد الملوك والسلاطين العظام، كان في وزير، بس مش أي وزير، ده كان مثال للعدل والحق والصلاح. راجل قلبه أبيض ولسانه دايما بيقول الحق ومش بيميل مع الهوى أبدا. الناس كانت بتحبه بسبب عدله وطيبة قلبه، والسلطان كمان كان بيقدره جدا لأنه كان دايما مخلص ليه طوال 30 سنة اللي خدموا فيها. بس طبعا الناس النظيفة دايما بتكتر حواليها كل شرور الدنيا، من الناس الوحشة والحقدين والحسدين اللي قلبهم كله سواد، واللي مش عاجبهم المكانة اللي وصل ليها الوزير عند السلطان. وكانوا دايما يقعدوا يقولوا هو ليه السلطان بيحبه كده، وليه كلمته مسموعة، لازم نوقعه، لازم نخلي السلطان يشك فيه. وفضلوا يخططوا ويحيكوا في المؤامرات لحد ما في يوم من الأيام جاء واحد منهم للسلطان وقال له يا مولانا، الوزير بيخونك، بيتآمر عليك. السلطان اتفاجئ من كلامه وقال له ازاي؟ الراجل ده خدم معايا سنين. فراح الشخص الواشي ده قال له بس كله تمثيل، احنا معانا الأدلة. وطبعا كانت أدلة مزيفة وكلام كذب ملوش أي أساس. السلطان للأسف من غير ما يتحقق من صدقهم اتخذ القرار القاسي وقال اقبضوا على الوزير وارموه للكلاب. وكان السلطان بيربي عنده كلاب، بس مش أي كلاب، دول كلاب مفترسة، كلاب مسعورة، لو بس حد السلطان غضب عليه يكتفوه ويرموه وسطهم. والكلاب بتقطعه لحتت صغيرة وتخليه يختفي من على الوجود. موتة ما تلقش بأي بني آدم، موتة قاسية وبشعة. بس ده كان قانون السلطان لأي حد يفكر بس إنه يخونه أو يعصاه. وفعلا جابوا الوزير وقالوا له انت شخص خاين وخنت السلطان ومعانا الدليل والبرهان، عشان كده السلطان أمر إنك تتحط وسط الكلاب ويقطعوك لحد ما تموت. هي دي أوامر السلطان. الوزير بص للسلطان وقلبه كله وجع وقال له بهدوء يا مولاي، اديني بس 10 أيام أوفي فيها ديوني، أسلم الودايع اللي عندي، أكتب وصيتي وأقسم مالي ما بين عيالي. السلطان فكر شوية وقال له ماشي 10 أيام، بس بشرط حد من رجالة الدولة يضمنك. وفعلا قام واحد من رجال الدولة وضمنه، والسلطان قال بعد 10 أيام دي هيتنفذ الحكم. رجع الوزير بيته، لا غضب ولا صرخ ولا اعترض، كل اللي عمله إنه راح غرفته وبدأ يصلي ركعتين لله بكل خشوع وثقة برب العباد إنه قادر يخرجه من شر البلاء. وبعدها أخد معاه 100 دينار وراح على مربي الكلاب اللي عند السلطان وقال له يا عم الحاج، أنا هترمي للكلاب بعد 10 أيام، بس بطلب منك طلب، خليني أخدم الكلاب 10 أيام دول. الراجل في البداية استغرب بس وافق في النهاية وقال له ماشي يا بيه براحتك. ومن تاني يوم الوزير ابتدى خدمته، ينظف مكانهم، يأكلهم بإيده، يحن عليهم، يلعب معاهم ويكلمهم كأنهم بني أدمين. الكلاب حست بالحب وبقوا أول ما يشوفوه يهزوا ديلهم ويجروا عليه. هو بقى بالنسبة ليهم صاحب وأخ وراعي حنون. مرت الأيام واحد ورا التاني لحد ما وصلنا لليوم 11. الوشاة طبعا دخلوا على السلطان وقالوا له مولانا، فاكر أوامرك بقتل الوزير؟ النهاردة معاد التنفيذ. السلطان نادى الجند
هاتوا الوزير ونفذوا الحكم. جم الجند ومسكوا الوزير وكتفوه وراحوا بيه لمكان الكلاب، والسلطان بنفسه واقف بيتفرج. رموا الوزير وسط الكلاب والناس كلها مستنية اللحظة اللي الكلاب تنهش في لحمه. لكن المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها إن الكلاب أول ما شافت الوزير جريوا عليه يهزوا في ديلهم ويتمسحوا فيه. كلب يبوسه والتاني يلعب معاه كأنهم أطفال فرحانة، ولا عض ولا نهش ولا حتى نبح. الناس اتصدمت والسلطان اتحير وقال إيه ده، هو أنا برميه للكلاب ولا لولاد أخوه؟ وبسرعة السلطان زعق وقال هاتولي الوزير. جابوا الوزير، فقام السلطان قايل له ايه اللي حصل؟ ليه الكلاب ما كلتكش؟ الوزير بصله بعيونه المليانة بالحزن وقال له يا مولاي، أنا خدمت الكلاب دول 10 أيام بس، فكان ردهم اللي حضرتك شفته بعينك، لكن أنا خدمتك 30 سنة كاملين بمنتهى الإخلاص والوفاء، وكان جزائي إنك ترميني للموت على كذبة من شوية أعداء بدون حتى ما تتأكد من صدق كلامهم. السلطان بصله كده وسكت وحس بالخجل ووشه احمر وقلبه وجعه، وقال له حقك عليا، أنا غلط واللي كذبوا عليك لازم يتعاقبوا. لكن الوزير بابتسامة هادية قال له سيبهم يا مولاي، أنا مسامحهم، يمكن يوم من الأيام يعرفوا إن الشر دايما بيرجع لصاحبه. السلطان عجبته حكمة الوزير وحسن تصرفه، ورجعه تاني لمنصبه كوزير ورد له اعتباره قدام الكل. والناس اللي حاولت تزرع الفتنة ما بينه وما بين الوزير عاقبهم السلطان أسوأ عقاب. أما الناس فحكوا قصته جيل بعد جيل، عبرة لكل حد يفكر يأذي غيره أو ينسى المعروف. وفي الآخر الكلاب ردت الجميل والبني أدمين خانوا العشرة، بس العدل عمره ما بيضيع والمعروف بيرجع في وقت ما حدش يتوقعه. عشان كده لازم نفضل دايما نعمل الخير ونسيبها على ربنا، لأن اللي بنعمله بيرجع لنا في النهاية يا خير يا شر. وبكده تكون خلصت قصتنا اللي العبرة منها تخليك تفكر مليون مرة قبل ما تظلم أي حد. واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.